السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من المحارب، والتي سوف نتكلم فيها بحول الله تعالى عن عصابة في زيرالدا، والقرية تاع زيرالدا تتاجر في مادة الكوكايين والقنب الهندي، يعني في الكيف. راهي صرات، شوفوا الدياراس والسلطات الأمنية والبياري والبياربي والسيتياري. شو كيفاش نجيب لكم لاماتيار، نجيب لكم الصح، أنا نجيب لكم لوفيسيال تاع لوفيسيال اللي مكاش اللي يجيبوا لكم في الصحفيين اللي راهم في الجزائر ولا في أصحاب الصفحات. ولا اسمع، راهي صرات خبطة كريم مكيد ويوسف فينايلي كريم قلوز، هاهو ويوسف فينايلي، هاو الوسطاني مع موح الغول، هذا يوسف فينايلي، هاو مع موح الغول لهنايا، هاو موح الغول محمد بوقراب، وهذا يوسف فينايلي. كانوا مخليين سلعة تاع كوكايين، وكيف شحال قيس من سلعة تاعش، سلعة تاع 4 ملاير عند سليم بوشريط المدعو القرد، ها هو هنا يسكن في ذراع السوق. كانوا مخلينها عنده ويخدمها معاهم على الابيض، يجيب لهم المشتريه، هو عنده المشتريه يا اخي، يخدم مع وليد القط من المغرب، يبعث له وليد القط. سليم بوشريط المدعو القرد كان مخليها عند الكاجيطه رضا معزوزي. رضا معزوزي وين يسكن؟ في ذراع السوق. ورضا معزوزي السلطات الامنيه وش يدير؟ خبطهم للراس. هاو رضا مازوزي ادالهم الشي خلاهم ضحك، ادالهم الكوكايين والكيف، ماوش باين رضا مازوزي وراه، او داي السلعه ومقلع. يوسف فينايلي راه شاد كرشو، الحماني راه شاد كرشو، كريم مكيد راه شاد كرشو. يا ربي وما يلحقش الخبر لسميشو، لا يلحقني. وهذا حسين حفناوي السلطات راه يخدم مع كريم مكيد، يسكن قدام مسجد التقوى، غير ثم قدام بيت مكيد، وراهو فتح قهوه جديده مكيد. كريم القهوه من بعد نجو ليها، هذيك افير سهله، هذا راهو يكشط لهم ويكرس لهم ثانيك. حسين حفناوي راهو يخدم هو وخوه بلال حفناوي المفيد. السلعة اللي راهي عند رضا معزوزي. كيفاش؟ علاش ما حبيتوش تضربوا سليم القرد ولا تضاربوا معاه يا كريم مكيد ويا يوسف فينايلي؟ انا على بالي علاه، انا على بالي علاه. مام يكون خادمها سليم بوشريط مع السيد، سوا ديزون زعما انا نخليها عندك وانت قلع بيها وانا نخبيك ونبيعوها ونتقاسموا الدراهم، ونقول لهم باللي خبطني السيد وما نقدرش نريكيبيري لكم وكذا، وهما يخافوا من الدوله ويخافوا من سميشو يفضحهم، ونكاموفلو الحاله وما كان والو ما كان والو. ونجح سليم بوشريط. سليم بوشريط القرد مانيش 100% باللي هو خادمها مع رضا معزوزي اللي دا السلعه. المفيد فيها وعليها، كل شيء ممكن. خليني نزيد نقرا لكم ونقرا عليكم. واحد اسمه رضا معزوزي كسر القرد، ادالو قيس مليار كيف و2 ملاير ونص بيضة، والسلعة قاع تاع قلوز كريم مكيد ويوسف فينايلي المدعو البكيري
راهي مقعوره في ذراع السوق خويا شميسو، وداو سفيان الخروطور. يا سفيان الخروطور، تتكلمنا عليك وتكلمت علينا وسبيتنا وشتمتنا وقلت علينا ما ليس فينا. سفيان خروطور، سفيان خروطور، هاو سفيان خروطور هذا نشكر السلطات كذلك اللي داوه. قال لك جاو السيفيل تاع زيرالدا والبياري معاهم. بارك الله فيكم. هذا عندي 6 أشهر من اللي هدرت عليه وقلت باللي يخدم هو ووليدو، هذا وليدو مسكين ملبس له بوشيطه. المهم قبضوا حبه تاع كيف عنده مطرفها وموجدها وكاع كما يقول لك الناس. سفيان الخروطور قبضوه ثانيك. استنى شو نكمل لكم. داوه من راس السوق، قتلوه بالضرب بحبه شيره، طفطفته البيضاء، خباها القرد عند رضا مازوزي راهو كسروا البيضاء، خباها القرد عند رضا، والسيد جاري هرب لهم بيها. هذا رضا مازوزي بالكيف بالبيضاء، طاف. المفيد سلطات. هذه القرعة ماشي اوفيسيال تاع لوفيسيال. وكريم خاف يهدر، والبكيري خاف يهدر، يضاربوا مع القرد وتسمعوا بها التومه. هاو رضا معزوزي راهو هارب بالسلعه تاع سليم القرد، وكريم مكيد ويوسف البكيري بسلعه تاع 4 ملاير. عندنا ثقه فيكم، واش راح نقولوا لكم. هذا هو الجديد. باش راهو يدور يوسف في نايلي ما نوع السياره ولا الفورغون، مع من راهو يدور، شكون اللي راهو يسوق به، شكون اللي راهو يكرس به. في الحلقه القادمه بحول الله نزيد نفرش لكم الكاينه. تحياتنا لكم، وعندنا ثقه فيكم معا لتحطيم من يريدون تحطيم الاقتصاد الوطني، ويريدون تحطيم الجزائريين والجزائريات بالسموم، والمسلمين والمسلمات بصفة عامة. تحيا الجزائر. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.